سمعت مع البنات واحد النكته. هذا واحد مول الطاكسي تخاصم مع مرتو وهي تقول ليه نوض ديني لدارنا قال لها 90 درهم باش نوصلك. ما بقات مرتو ولات كليانه. والسلام عليكم مشاهدين زوينين الغزالين الحبيبات الغزالين. كما وعدتكم ديك النهار قلت لكم راه غادي نعاود معكم الوصفه، وراه الوصفه واعره واعره واعره، وراه شرحت لكم شنو المنفعه ديالها شنو فيها، ولكن غادي نعاودو ثاني نشرحوها لك. نشرح لكم اخوتي. المهم اخوتي هنا كي تشوفوا النشا ها هو معايا تاع المزقور تاع النشا تاع المزقور هذا قربي تاع المزقور الزيتون الكحل. تيبان ليا الحلوه راه تتكون مسوره فيه الكباله. اش بغيتي دير الكباله؟ ما تيصاوبوا الكبال، راه تيصاوبوا به الحلوه، تيصاوبوا به بزاف. المهم اخوتي النشا راه كلشي عارفو، وهنايا اخوتي راه غادي تعرفوا راه هذا جلو في الليمون. المهم اخوتي نعاود لكم ثاني الاولى سكوت كيتي سكوت مالا شو حليه صافي خلي دابا حيد داكشي سيري. المهم اخوتي كما قلت لكم هنايا شديت ليمونه، هنا راه ماشي ليمونه وحده جوج ليمونات، حيت بغيت نقاد واحد الكميه اللي غتقدني انا وبناتي مده 7 ايام. المهم بالنسبه اللي تيكون طرف واحد تجيبي ليمونه كبيره تاع نافيل وتتغسليها مزيان من الكيماويات، تتغسليها وتتقشريها وتشدي ديك اللومينه تدخلها تدخلي القشور، تشدي دوك القشور تديرهم في ماكينه العصير ولا الهاشور ولا تطحنيهم وتديرهم بحال هكا عندك شي بواطه تديري فيها تلفني، تديري واحد البواطه تديري فيها داكشي اللي طحنتي دوك جلوف الليمون وتتخوي عليه الماء، وتتخليه حتى الصباح تتبيتيه فيه 24 ساعه. لما يوصل الصباح تتشديه بحال هكا هانتوما تتشوفوا قويميله وتتشديو صفايه وتتبقاو تتصفيو. هانتوما هادشي راه ساهل الحال اخوتي، تبقاو تتصفيو هكا وتتعصروا. غنعاود معكم المقادير حيت كيتي تلفني تشدوا ليمونه تغسلوها مزيان، تقشروا القشور ديالو، ليمونه كبيره تتقشروا القشور ديالو، تشدوا ديك الليمونه من الداخل باش تاكلوها وتعطيوها لوليداتكم عطيوها، تشدوا دوك القشور تديروهم في ماكينه العصير ولا الهاشوار تطحنوهم وتديروهم في واحد السبيره تدخلوا عليهم الماء وتتبيتوهم 24 ساعه. ملي تتبيتوهم هانتوما شوفوا اللون كي تيطلق اخوتي. المهم تديري بحال هكا وتتعصري وتتحطي هنايا، تبقاي تتعصري وتتحطي هنا. انا ما غاديش هاني نوريكم الطريقه كيف تنجليها. صافي هاد القشور اللي بايشين طيحوهم ما تخليوهم، صافي حيدوا الفعول ديالو. المهم داك الكبات المياه اللي بعدا دايره اللي بيتها فيه انتما اخوتي. الناس كلهم تيقولوا لي واش راش تديري لوجهك. الصراحه اخوتي وحق الله العظيم الا جربت هاد الوصفه الا رائعه جدا. واش بغيت نقول لكم راه ماشي وجهي كي كان، راه وجهي كان حالته وحق صدر ربي ما كذبت عليكم. طرطق ليا واحد الحبوب لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نبقاش نكثر في الموضوع سبب واحد البوماده راه كلشي تيعرفها، ما غاديش نخسر عليها انايا تدبر راسها منهم اللي خلقوهم. خسرات ليا وجهي وهاني تنعاودها معكم حيت طلبوني الناس بزاف، واخا كاينه راه الخراميه راه تاني عارفينها لكم وديروها. راه بغيت نقول لكم راه فيتامين سي راه تيليق البشره تيليق كلشي. المهم تنبقى هكا تنعصر داك المياه باش ديك المياه تنعصرها باش والله العظيم الا هادشي واعر اخوتي. اخوتي من بعد ما عصرت هادشي اللي بقى قال لي سي محمد صافي بلا ما تصفيه بركه على القياس. المهم هادشي غادي يتلاح. شوفوا كيرجع، شوف لوينو كي داير. هانتوما اخوتي هنايا
هانتوما هنا خوتي غادي ندير مايزينا مقياس مايزينا باش نفهمكم. هاد الشلوف الليمون تيتسمى فيتامين سي، وفيتامين سي زين البشره. وهاد مايزينا كيخليها سي محمد قرا عليها بزاف، عاد عطاني نديرها لوجهي ما نكذبش عليكم، ودخل قرا على الليمون. ما يمكنش ندير انا شي حاجه حيت عارف البشره ديالي حساسه، ولو هي شويه تيدير. ملي نقرا على الليمون داروا عليه تجربه في الميريكان، الدكتوره في الميريكان دارت عليه تجربه بينو وبين واحد الفتح ديال التبييض. جابوا 3 العيالات داروا لهم جلوف الليمون، وجابوا 3 العيالات تيدقوا لهم دوك ليباري. ملي جاو يشوفوا النتيجه الا هي اللي بغات تطلع فضل، طلعت هاد الطريقه هذه ديال الليمون حسن من ديال المفاتح. عطى البيض بحال قلتي البيض دغيا صفى البشره دغيا بزاف د الحوايج. وهاد المنتوج هذا علاش يستعملوه الناس بزاف، هاد المايزينا علاش يستعملوها الناس بزاف، حيت كاينه في جميع دوك اللوازم ديال مستحضرات التجميل، وتتكون في البوربو ديال الدراري الصغار، في ميكسا بيبي، وفي الصابونه، وفي كلشي تتكون فيه هذا حيت يتسمى زوين. المهم داكشي باش هو قال لك ديريه. ومنين ودرت هاد الطريقه اقسم بالله ما كذبت عليكم اخوتي. والتحيه لواحد الدكتور صيدلي الصراحه، الناس ملي هضر عليه سي محمد دخل لقى داكشي اللي قال داك السيد هو اللي نيت بالمعقول. وكما قلت لكم اخوتي تنشكر واحد الدكتور صيدلي، مشيت قلت ناخذ البوماده على حساب وجهي وداكشي، وما عطانيش الدواء. قال لي واش بغيتي وجهك يصفى؟ قلت ليه هي. قال لي سيري ديري هذا الشيء. وجيت قلت على السي محمد قلت له راه ما باش يعطيني. قال لي مسكين شوفوا هو دكتور صيدلي فيه ما يبيع المنتوجات نتاوعو، ولكن هو قال لك كون ما عرفها زوينه ما غاديش يعطيها لي. هو دخل سي محمد كما قلت لكم قرا عليها ولقاها افيكاس زوينه. داكشي باش درتها والحمد لله جاب الشفاء عليها، والحمد لله وجهي ولا تيرجع طبيعي. وانا بزاف تاع الناس قالوا لي ما تشركيش هاد الوصفه، الحاجه الا شركتيها تتحيد منها البركه، ولكن هادشي اللي دار فيا انا الله. ما يمكنش لي انا لا قلت لي ما نوريهاش لواحد اخر ما طلقش ليه. انا قلبي هكا داير، خصني انا عرفت واحد الحاجه تشافيت فيها خصني نوريها لخويا حتى هو يتشافى بها. علاش هادشي اللي كاين. المهم اخوتي على حساب الليمون انت اللي بغيتي ديري الليمون. المهم انا تندير شويه، تنكثر المايزينا، تنكثرها شويه باش تجيني الكريمه خاطره. هانتوما اخوتي غادي نبدا نحرك فيها هكا تتعصب هكا. راه مازال بتمشي للبوطه. الا بغيتي ديري المايزينا اخوتي ديروها في الماء يكون بارد، داك اللي باي يطبخ فيه، فهمتوني اخوتي، باش اللي بيطبخ فيه. غادي نمشي نردها تطبخ. الا هي تجمعات ليا الكريمه اللي بغيت راه غادي بركه، ما تجمعاتش ليا غادي نزيدها ثاني واحد المعلقه باش تجمع. بقاو معايا حتى الاخر النهايه. هانتوما اخوتي انا درتها تطبخ تتعقد وغادي نرجع معاكم. هي باقا جاريه دروك ولكن هي تعقد. هاني غادي يبداو تتحركوا هكا باش ما تلصقش لكم اخوتي. هانتوما اخوتي شوفوا كي ولا تيولي بحال الكريمه بلاتي نقص عليه البوطه باش هانتوما شوفوا كي ولا بحال الكريمه. هانتوما شوفوا بحال الكريمه ولا شوفوا. هانتوما ملي تيوصل هاد المرحله اخوتي تنطفيو عليه البوطه وتنخليوه حتى تيبرد وتنديروه لوجهنا. شفتوه؟ يلا بقاو معنا حتى نوريكم النهائيات. هانتوما اخوتي تجيبوا سبيره بحال هذه نقيه، الا كان فيها الماء جيبوا زغيف ومسحوها باش تكون ما فيهاش الماء. المهم هانتوما شفتوا الكريمه اللي قاديت، هانتوما اللي بغيت نديرها هنايا باش تبقى ليا. هانتوما يوميا دروك هاد الكريمه بغيت نبدا نديرها نستعملها يوميا. منين نفيق نغسل وجهي بصويبينه ونديرها ونقعد 20 دقيقه ونعاود نغسل وجهي بصويبينه وندير شي كريمه ندير بها وجهي، ندير بها شي كريمه. هانتوما اخوتي تيبان
كيبان السي محمد من كتبان كيبان للناس. ها كايبان داكشي يا سلام سلام. انتما خوتي هاني الكريمه درتها معاكم. دوك هادشي اللي بقى لاصق في هذا نوض نغسل وجهي بالماء برد هو اللي بغيت ندهن لوجهي. المهم هادو اخوتي ها نتوما شوفوا، ها نتوما اخوتي تا بنتي راه بغيت نعطيها دير منها لا بتيها لا جنات لا كلشي. انا قلت اليوم سولتها عليك قلت لها فين هو، والله العظيم اليوم قالت لي قالت بنتي لي بلاتي تنشاركوا مع المتتبعين. قلت لها نصايبو ونعطيكم ما تخافوش منها تطلق للدراري الصغار وكلشي. المهم اخوتي هادي هي الكريمه ديالي، حيت دابا بنكلح لكم الفيديو ما غاديش نوريكم كيفاش نستعملها. المهم انايا غادي نوريكم الطريقه اللي كديروها. غادي تجيبوا الصوابينه باش تغسلوا وجهكم، غادي ديروها هكا تغسلوا يديكم هما الاولين وتشلوهم، عاد دهنوا هكا بالصوابينه وبقيت ديري هكا لوجهك. ما توركيش عليه بالكيس وتوركي عليه راه حيت البشره عندنا حنايا تاع الوجه راه رطبه، بدات ديري غير هكا بيديك هكا 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 وغسلي بماء عاديه تاع الروبيني. باقي وجهك فيه الدهنيه ديري كوش اخر هكا هكا وغسلي وجهك ونشفي الفويطه، ديري بالفويطه هكا 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 وشي فويطه اللي تكون ديالك. صافي بدات تنشفي تهزي هاد الكريم هذا وتدهنيه لوجهك لهنا وهنا ورقبتك وهنايا وهنايا ودهني بيدياتك باش يوليو بيضين. كمان 20 دقيقه بالحساب باش درتيه. نوضي غسلي وجهك، غسلي وجهك وشوفي شي كريم الا عندك تديريه لوجهك تيوفق لك وجهك مرطب رطبي به وجهك وصافي. ومع الصباح تاني نوضي غسلي وجهك من داك المرطب اللي بيتي فيه وجهك وعاودي ديريها يوميا لمده 7 ايام. غادا تحد شويه ديرها يوميا باش يبقى ديما البشره ديالك تبقى شاده وزوينه. كريم ساهل ماهل وما تيوريوش لكم الناس بزاف. الحاجه اللي ساهله ما تيوريوهاش لكم الناس، يخليكم في دار غفلول باش تشريو البومادات وتشريو داكشي مغرض لكم البشره ديالكم. والليمون بالنسبه اللي عنده بشرتو المهم كي هكا كتبختيه كي بحال انت قبل ما تكون على الحاطه. الا كانت عندك الحساسيه وداكشي وحسيتي به تيحرقك حيدي اذا ما وافقكش. هادشي اللي كاين اللي عليا انا درتو لكم. وما تنساوش بارطاجيو القناه ديالي وفعلوا الجرس وديروا لايك. ومازال ان شاء الله راه عندي الجديد، راه عندي مشله، راهي ما عنديش القناه، ما عندي زعما القناه باش نوريكم هادشي اللي تندير انايا. هادشي اللي كاين. وقلت العقل مصيبه. انا شفتهم كيديروا لها الاشهار وداكشي وفرحت قلت زعما كاين هاد المنتوج راه زوين وهذا مشيت درتها. والناس اكيد اللي تيتابعوني راه شافوا وجهي في الواقع، عيطوا لي كاميرا كاع وشافوا وجهي، شافوا هنا راه كان كله مطلي، هنا كان مطلي جبهتي حالتي تعقدت صافي. باش بنادم ما بقاش يدير الثقه الحاجه الا ما كانش مجربها هو ودير ما ديريش الثقه فيه. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. وتبعونا الله يتبعكم الخير والسلامه والتيسير. نوض نغسل